and of course he's always giving his best for the team. Unfortunately for him السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة ميديا سبورت أهلا بكم. تصريح خطير من ساديو ماني ينتصر للمغرب ويهاجم الكاف بسبب سحب اللقب من السنغال ويفضح حكم النهائي الأفريقي. شاهد ماذا قال. في البداية عطروا فمكم بذكر الله ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ولو أنت محب للمنتخب المغربي ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا. في تصريح مفاجئ وخطير معلقا على قرار الاتحاد الأفريقي بسحب اللقب الأفريقي من السنغال وإعلان المغرب بطلا لأمم أفريقيا، صرح النجم السنغالي ساديو ماني وقد أدلى بتصريحات نقلتها قناة سبورت الإنجليزية وقال: أشعر بمزيج من الحزن والواقعية بعد قرار الاتحاد الأفريقي بسحب اللقب منا وإعلانه للمغرب. أعلم جيدا أنه علينا إعادة الكأس إلى المنتخب المغربي، وهذا أمر صعب على أي لاعب قاتل طوال المباراة، لكن هذه هي كرة القدم ويجب أن نحترم القرارات حتى وإن كانت مؤلمة. نعم، نحن أخطأنا عندما خرجنا إلى غرفة خلع الملابس. كان رأيي الشخصي وقتها أن نبقى داخل الملعب ونكمل المباراة حتى النهاية، لأن الخروج فتح الباب لكل ما حدث بعد ذلك، ووضعنا في موقف ضعيف أمام القوانين والقرارات. يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، كنا أقل من المغرب في فترات كثيرة ولم نظهر بالمستوى الذي قدمناه طوال البطولة. المغرب لعب مباراة قوية وكان أكثر تنظيما وخطورة، ولا يمكنني إنكار أن التحكيم كان معنا في أكثر من لقطة، لكن في النهاية اللاعبون لا يتحكمون في قرارات الحكم، نحن نلعب فقط. أما إدارة المباراة فهي مسؤولية الطاقم التحكيمي. المشكلة الحقيقية بالنسبة لي ليست في السنغال أو المغرب، بل في من وضع حكما بهذا المستوى لقيادة نهائي بحجم كأس أفريقيا. الحكم وتقنية الفار لم يفسد المباراة فقط، بل أفسد بطولة كاملة كانت رائعة من بدايتها حتى النهاية. أشعر أحيانا أن السنغال والمغرب كلاهما كان ضحية قرارات تحكيمية ضعيفة وضحية طريقة إدارة بعض المباريات في أفريقيا. ورغم كل ما حدث أرى أن كلا المنتخبين كان يستحق اللقب لما قدمه من أداء قوي طوال البطولة. الآن المسؤولية تقع على عاتق الكاف، عليهم أن يحلوا هذه الأزمة كما تسببوا فيها. في النهاية لو حابب يوصلك كل أخبار كرة القدم ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا.